مساء الخير، كيف الحال؟ اليوم بنسوي لكم بتر تشيكن، أكلة هندية من شمال الهند. يسمونها مورب مخاني، أو بتر تشيكن اللي عشان بالزبدة، هي بالزبدة والكاري. مكوناتها كثيرة لكن مرة سهلة وبسيطة. خلينا نبتديها الحين. نتبل الدجاج هذا. الدجاج هذه صدور الدجاج قطعتها قطع بالشكل مربعات اللي تشوفونه، وبنتبل الدجاج الآن. بنخليه ساعتين قبل ما نطبخه، لأن التتبيلة لازم يعني تشبع الدجاج بالتتبيلة. حتى لو قبل بليلة هو أفضل، أو قبل ب6 ساعات أفضل. كل ما تبل الدجاج قبل أفضل. الحين هذه التتبيلة عبارة عن زبادي وزيت نباتي وكركم وثوم وزنجبيل. طبعا الجزء هذا، الخطوة الثانية هذه حقت طبخ الدجاج. الصوص الدجاج بنسويه بالحالة. فهذه في البداية التتبيلة. حطيت الزبادي والثوم والزنجبيل والكركم والفلفل الأسود والملح والزيت، ونخلطهم سوا. التتبيلة مثل ما قلت لكم نخليها أطول فترة ممكنة. خلاص نغطي عليها ونخليها. بعد 2-3 ساعات نبتدي نسويها. حطيت الزيت وحطيت القرفة والهيل عشان الزيت ياخذ نكهة البهارات ويمتص النكهة، يعني يصير فيه نكهة البهارات. وبنحط معاه الكاري، ونحط عليه بهارات المسلة. تلاقونها في السوبر ماركت، في أي سوبر ماركت تلاقون بهارات المسلة والكاري. نحطهم مع بعض ونخليه الزيت يمتص ريحتها. شوفوا كيف دخنت. وبنحط عليها البصل، نحمص معاها البصل لحد ما يذبل. نضيف الطماطم، صلصة الطماطم المقشرة، مو الطماطم، ممكن الطماطم بس يكون أحمر الطماطم. نخليها شوي تتسبك، بعدين نضيف مرقة الدجاج. نضيف مرقة الدجاج عليهم، ونضيف ملعقة ملح وقليل فلفل أسود، وطبعا الكزبرة المطحونة. انتوا عارفين ان الكزبرة من اهم البهارات الهندية في كل شيء. وبعدين الكزبرة الخضراء في الاخير نحطها، يعني الكزبرة نكهتها جميلة في كل الطبخات، الا طبخات طبعا الايطالية والصينية. الحين خليه يتسبك على مهله، وبعدين نجي للمرحلة الثانية. الآن نسوي الدجاج اللي تبلناه. نحط الزبدة، ملعقة أكل زبدة، بعدين نحط الدجاج عليها عشان نحمرها. الدجاج أنا تبلتها من قبل بليلة، وممكن قبل بساعتين، بس أهم شيء يكون قبل فترة طويلة.
اللي سويته نحط معاه، شوفوا، بصل محمص او بصل اللي نحطه على الرز بنحطه معاه ونخلطهم في الخلاط، بعدين نصفيهم. نضيف كريمة الخفق عليه ونحركه ونخليه تقريبا 8 دقايق على نار هادية ونقدمه. هذه الخطوة الأخيرة. ونتذوق من البتر تشيكن. نشوف، ناخذ قطعة خبز من خبز النان، نغمس فيه، ناخذ قطعة دجاج ونتذوقه بخبز النان. شوفوا كيف خبز النان طبقات طبقات سايل. بسم الله. لذيذ. جربوه مع خبز النان او البرياني. ان شاء الله المرة الجاية اوريكم البرياني، مع انه في الانستغرام حقي موجودة الطريقة بالتفصيل. وصحة وعافية.